يا سامعين الصوت صلوا على النبي في قلبكم. الليلة الحكاية وسعت واللعب بقى على المكشوف في الحلقة بعد ما انتشر خبر زواج أركان ودجلة. المهم، وقفنا المرة اللي فاتت لما أركان كان حاضن بورتشين وبيهديها، وفجأة لقى دجلة واقفة بتبص عليهم وعينيها كلها كسر. أول ما شافها بعد بسرعة والارتباك أكله، ودجلة بصت له بوجع وقالت له: أنت وعدتني إنك مش هتسلمني، وعدتني إنك مش هتسيبني ولا تطلقني، ليه عاوز تطلقني دلوقتي؟ بورتشين هنا اتصدمت والكلمة نزلت عليها كأنها قلم وقالت: أركان، طلاق إيه اللي هي بتقول عليه ده؟ بس أركان ما كانش شايف غير دجلة، وكان كل همه يبرر لها اللي حصل ويطيب خاطرها. ودجلة ردت عليه بقهره: أنا مخدوعة فيك يا أركان. بورتشين واقفة مش فاهمة البنت دي بتكلم خطيبها كده ليه، وقالت له: أنت إيه علاقتك بالبنت دي أصلا؟ وفجأة تليفون بورتشين رن، وكانت أمها بتصرخ فيها وبتقول لها: لو عندك دار كرامة تمشي من القصر ده دلوقتي، البلد كلها عرفت بالفضيحة وعرفوا موضوع جواز أركان من البنت القروية دي. بورتشين الدنيا لفت بيها وبصت لأركان وقالت له: يعني الكلام ده بجد؟ أنت رحت اتجوزت الفلاحة دي؟ وبصت لدجلة بكل استحقار، وقامت قلعت الخاتم ورمياه في وش أركان وسابتهم ومشيت وهي مش شايفة قدامها. أركان وقف مكانه مش عارف يراضي مين ولا يفهم مين، ودجلة واقفة بتبكي بحرقة لأنها وثقت فيه وهو غدر بيها. وفي الناحية التانية إنجي كانت واقفة قدام أسعد وهو بيغلي من العصبية، وقال لها: إيه الفضيحة اللي نزلت دي؟ إنجي كانت ميتة من الرعب وفاكرة إن فكرة باعت صورتهم لأسعد، بس اتفاجئت إن أسعد يقصد خبر جواز أركان ودجلة اللي باع على كل لسان والبلد كلها. عرفت. إنجي قعدت تهدي في أسعد وأمرها تجمع كل ولاده في الصالون وسابها ومشي، والشرار بيطلع من عينيه. فجأة فكر رن على إنجي وهي ردت عليه بغل: أنت عاوز إيه؟ فكر ضحك بسخرية وقال لها: كنت عاوز أبارك لك على جواز أركان، مش كنت بتقولي لي إنك رفضتي تجوزيني لإني جاهل ومش متعلم؟ افرحي بقى، أهو أركان اتجوز القروية اللي على مزاجه. وفضحكم. وقعد يضحك، وإنجي كانت منهارة تماما. أركان جرى ورا بورتشيني يحاول يفهمها، بس هي ما ادتلوش فرصة. وفجأة الصحفيين حصروهم قدام البيت وقعدوا يسألوا بورتشين عن جواز أركان، وهي ركبت عربيتها وهربت. أركان دخل البيت يدور على دجلة عشان يلحق اللي فاضل. حواء قالت له: معرفش هي فين، بس أسعد مستنيك وعاوزك دلوقتي حالا. أركان أمرها تلاقي دجلة فورا، ودخل لأبوه وقال له: حاولت أتكلم مع بورتشين بس ما سمعتنيش، وفي مشكلة أكبر، إن دجلة عرفت بموضوع الطلاق. أسعد كان هينفجر وقال لأركان: لو ما حلتش البلاوي دي هرمي البنت في الزريبة وارفع عليك تهمة واحبسك. يا راجل. أركان شال هموم الدنيا فوق راسه، وأصحابه كوراي وسيلين اتصلوا بيه ومنصدمين: ليه مخبي علينا إنك متجوز؟ أركان قال لكوراي: تطلع لي اللي نشر الخبر ده من تحت الأرض. وسيلين كانت زعلانة جدا على دجلة، وأركان راح لأدير وقاله: عينك على دجلة من جيفان، وخد منه سلاحه لأنه ممكن يقتلها في أي لحظة. وجيفان المسكين محتار يقتلها فين، والحرس في كل مكان. وحاول يكلم أخوه فرمان. دجلة كانت مستخبية وعاوزة تهرب من القصر، وأول ما سمعت أركان بيدور عليها دخلت الدولاب لحد ما خرج، وطلعت صورتها بالفستان وشقتها وهي بتبكي وبتقول: إزاي وثقت فيه وهو بيخدعني؟ وفي المطبخ زليخة أخت زهراء كانت بتتخانق مع أختها عشان ما راحتش المدرسة، وحواء قالت لهم إنهم رفضوها من الجمعية عشان مشاكلها. وزهراء زعقت لها: هتقولي إيه للست إنجي دلوقتي؟ وزليخة ردت بجبروت: مش عاوزة أتعلم وعاوزة أشتغل هنا جنبك، البنت دي شكلها وراها مصايب. المهم، حواء طلبت من زهراء تهدى وهي اللي هتتكلم مع زليخة. دجلة قررت تخرج، ولما طلعت الصحفيين اتلموا عليها وهي مرعوبة. أركان خرج ولقاها ودخلها القصر وهو بيزعق: بتعملي إيه بره؟ ده وقته. دجلة صرخت فيه: أنا عاوزة أمشي من هنا. أركان قال لها: إخواتك بره وممكن يقتلوكي في تانية. دجلة قالت له بوجع: يا ريتك سبتهم يقتلوني على الأقل، كنت خلصت من القرف ده. أركان بصرخة هزت المكان. قال لدجلة إنها مش هتمشي من هنا أبدا، وقام واخدها غصب عنها ودخل بيها القصر وهي بتعافر. دخلها أوضته الخاصة وقفلت الأبواب، وأسعد وإنجي واقفين بره مصدومين وما نطقتوش بكلمة من اللي أركان بيعمله ده. أركان بص لهم بحدة وقال: محدش يدخل هنا. ودخل لدجلة الغرفة وقفل الباب وقال لها: أنت مش هتخرجي بره الأوضة دي. جلة بصت له بكسرة وعينيها مليانة دموع وقالت له: هو أنت فاكر إنك ممكن تحبسني هنا؟ تفرق إيه أنت عن إخواتي اللي كانوا بيحبسوني ويذلوني؟ أركان قلبه وجعه، بس كمل في تمثيليته وقال لها إنه هيقفل عليها بالمفتاح، وفهمها إنه بيحاول يحميها لأنها لو خطت خطوة
بره القصر ممكن تتقتل في تانية. واعتذر لها بمرارة وقال لها صدقيني يا دجلة، انت ما بتحبنيش، انت بس لقيتي حد لأول مرة في حياتك بيدافع عنك وبياخد حقك. وقعد يفهمها ببرود ان اللي هي حساه ده مجرد امتنان، مش حب حقيقي. دجلة بصت له بنظرة صعبة وقالت له انت بتشوفني جاهلة بكل شيء لدرجة اني معرفش اميز مشاعري واعرف اذا كنت بحبه ولا لا. أركان اتأثر واعتذر لها وقال مش قصدي كده خالص، صدقيني كل اللي بعمله ده عشان مصلحتك انت وبس. وسابها وخرج بره وقفل الباب وتكة. أركان بره أعلن حالة الطوارئ وقال للعيلة يا دجلة هتفضل في الأوضة دي ومحدش يقرب منها. إنجي طبعا رفضت وقالت إزاي ده يحصل في بيتي. بس أركان طنشها تماما ونادى على حواء وداها المفتاح في إيدها وقال لها دجلة في أمانتك أنت يا حواء. وبص لأسعد وقال له إنه هيروح دلوقتي عشان يصلح العك اللي حصل مع بورتشين. طاهر دخل في الخط وقال لأركان أنا هاجي معاك عشان عندي ميعاد مع الدكتور. أركان قال له طيب مستنيك بس ما تتأخرش. وهو نازل لقى جيفان أخو دجلة في وشه بينادي عليه بجبروت. وبدأوا هما الاتنين يتخانقوا خناقة شوارع. وجيفان بكل بجاحة هدد أركان بالسلاح وقالوا إنه هيخلص عليه. لكن أركان طلع الجدعنة اللي فيه وقدر يشيل السلاح من إيده. وصرخ في جيفان أنا أنقذت البنت من إيدكم وعملت كل ده عشان أحميها من غدركم. جيفان رد عليه بكلمة وجعت أركان في مقتل وقال له أنت عارف أنت عملت إيه؟ أنت أديت أمل للبنت الغلبانة دي وخليتها توثق فيك وفي الآخر غدرت بيها وعملت فيها كده. أركان حس بتأنيب الضمير والذنب بياكله وقدير جه فك بينهم بسرعة. أركان طلب من قدير إنه يحمي دجلة من جيفان ويديله السلاح ويحبس جيفان وما يخليهوش يخرج من القصر أبدا. أركان ماشي وقابل طاهر اللي بصه في وشه وقال له إيه اللي حصل في وشك ده يا أركان؟ أركان كذب وقال له وقعت من على السلم يا سيدي. وأول ما طلعوا بره القصر لقوا الصحافة زي النمل مغطية المكان والأسئلة نازلة طرف فوق راسهم. وفجأة صحفي سأل سؤال سم وقال له هي دجلة حامل يا أركان بيه؟ أركان اتجنن وفقد أعصابه وقام ضارب الصحفي علقة موت وأمر الحراس يطردوا الكل بره البوابة. وركب العربية مع طاهر وهو بيغلي وسأل بغضب كيف الخبر ده وصل للصحافة؟ لازم أعرف الخاين اللي سرب الموضوع. طاهر هنا قلبه وقع في رجليه وخاف ليكون أركان يشكوا فيه. فبعت رسالة سرية لصاحبه الصحفي يسأله أنا في أمان. والصحفي رد عليه اطمن محدش هيعرف إنك أنت اللي سربت الخبر. وأركان حلف لأدير إنه هيطلع اللي نشر الخبر ده من تحت الأرض. ونرجع للقصر نيلوفر بتتكلم مع أبوها أسعد وبتقول له أنت ما رحتش الشركة ليه يا بابا؟ أسعد رد عليها بكسرة ماليش مش هروح في حتة بعد الفضايح دي. وفضل يأنبها ويذكرها بغلطتها القديمة وقال لها أركان هيصلح غلطته بالجواز بس أنت غلطتك ملهاش تصليح. نيلوفر ردت عليه أنت مش ناوي تنسى الموضوع ده ليه؟ مع إن الناس كلها نسيت وبيومين طليقي بنفسه نسي وسامح وقرر يأجل الدين اللي علينا كمان. أسعد رد بالكلمة القوية وقال هو سامحنا عشان خايف مني ومن سلطتي مش عشان سواد عيونك. يا راجل. نيلوفر طنشت وسابت المكان وهي زعلانة وتليفونها رن وكان بيومين. إنجي شافت التليفون ومسكت بنتها وقالت لها ما ترديش عليه ولا تتكلمي معاه كفاية الفضايح اللي إحنا فيها مش ناقصين نيلوفر كمان تفضحنا مع طليقها. بس نيلوفر أول ما مشيت إنجي هي اللي ردت على بيومين بجبروت وهو كان متعصب ونادم إنه أجل الديون. وقال لها بعد خبر جواز أركان أسهم شركتكم نزلت للأرض. إنجي كذبت وقالت إنها ما كانتش تعرف بالخبر لما راحت له وطلبت تقابله وهو وافق. ودجلة محبوسة في الأوضة دموعها ما نشفتش. واجت إنجي قعدت تتكلم معاها من ورا الباب بسماها المعهود وقالت لها ما تفكريش إنك عشان دخلتي أوضة أركان يبقى بقيتي مراته بجد. أركان هيطلقك في أقرب وقت وهيرميكي. دجلة سمعت الكلام وانكسرت أكتر. وبنرجع لأركان اللي بيقول له طاهر أنا قررت أدي فرصة لعلاقتي مع بورتشين. أنا ضغطت عليها وحاسس بالذنب بسبب الحالة اللي وصلت لها. طاهر طبعا ما كانش عاجبه الكلام ده لأن خطته بتبوظ. أركان حاول يكلم بورتشين بس هي حذراه وبترفض ترد. فبعت رسالة للسواق بتاعها وأمره يبعت له اللوكيشن حالا وقالوا الموضوع حياة أو موت. وفعلا السواق بعت اللوكيشن وأركان طار بالعربية. وفي القصر كادير حابس جيفان ومنعه يخرج. وفجأة فرمان رن على جيفان. كادير وجه السلاح لجيفان وقاله افتح السبيكر ورد. فرمان ما يعرفش حاجة عن الطلاق وكان بيسأل جيفان عن خبر الجواز وقال ده في مصلحتنا أصلا. وطلب من جيفان يقابله بالليل
وياخد فلوس من أركان. وحواء جت وشخطة في أدير وجيفان، وقالت لجيفان روح لنيلوفر هانم عشان عاوزاك. وفعلا راح، ودجالة كانت واقفة في البلكونة بتبص عليهم بكثرة، ونيلوفر كانت مستنياه. ونيلوفر شفتها وقعدت تقول لجيفان بلهجة فيها حزن يا عيني، أنا بجد زعلانة على البنت دي، أكيد إخواتها دول وحوش وما عندهمش لا ذمة ولا أخلاق عشان عاوزين يخلصوا عليها كده. جيفان طبعا الكلام جه على جرحه، وقعد يدافع عن نفسه وعن أخوه فرمان، وقال لها يا هانم أنت متعرفيش الناس عشان تحكمي عليهم، أكيد عندهم أسبابهم اللي خلتهم يعملوا كده. نيلوفر بصت له باستغراب وعصبية من رده الغريب، وخدها في العربية ووصلها لمشوارها. ونروح لدجلة المحبوسة في الأوضة، كانت بتلف حوالين نفسها وبتدور على أي مسمار ولا حديدة تفتح بيها الباب. فضلت تحاول لحد ما غلب حمارها، قعدت على الأرض وفضلت تدعي ربنا إن الباب يتفتح. وافتكرت أيام زمان لما كان إخواتها يحبسوها وهي تفضل تدعي نفس الدعاء ده، وفجأة أمها تيجي من وراهم وتفتح لها الباب وتنقذها. وسبحان الله، كأن الدعاء استجاب. حواء فتحت الباب ودخلت ومعاها صينية الأكل، وقالت لها يالا كلي عشان تتقوتي. دجلة بصت للأكل وقالت لها أنا صايمة. حواء انشغلت بالكركبة اللي دجلة عملتها في الأوضة. دجلة قلبت الأوضة فوقاني تحتاني لدرجة إنها طلعت قلم أسعد بيه اللي مفيش مخلوق في القصر يجرؤ يلمسه. دجلة استغلت انشغال حواء وقامت فص ملح وداب، هربت من الأوضة وجريت. حواء اتجننت وفضلت تجري وراها وتطلب من الخدم يدوروا على عيا من غير ما أسعد بيه. حست. نزلت المطبخ لقيت أدير وحكت له، وأدير بدأ يدور عليها في كل ركن. أما في الشركة طاهر كان بيلعب بديله. نادى الصحفي اللي شغال مع أبوه وعرض عليه رشوة محترمة، وقال له هتديك ضعف اللي بابا بيديهولك بس تجيب لي كل المعلومات عن فكرة وأي مصيبة تكسره. وطالبوا إن أبوه ما يعرفش حاجة عن الاتفاق ده. بس الصدمة فين؟ إن الصحفي ده طلع بوشين، ده هو نفسه اللي أركان موصيه يعرف له مين اللي سرب خبر الجواز. وأول ما خرج من عند طاهر بعت رسالة لندوش أم بورتشين وقال لها طاهر وأركان بقوا في جيبي، وأي نفس هياخدوه هتعرفيه قبلهم. واتضح إن الصحفي ده جاسوس لصالح فتوش أساسا. ونرجع لدجلة اللي كانت بتستخبى في التواليت، وبالصدفة كانت إنجي هانم جوه وبتتكلم في التليفون مع فكرة، وصوتها طالع بتقول له أنت إزاي تهددني بالصورة اللي بينا؟ أنا أديتك أكبر سر لعيلتي وخليتك تساعدني نوقع إخوات دجلة عشان نخلص من القصة دي. دجلة سمعت الكلام ده وحست إن الأرض بتلف بيها. إنجي هي اللي جابت إخواتها عشان يقتلوها. خرجت دجلة وهي مصدومة ومش شايفة قدامها. في الوقت ده أركان قدر يوصل لبورتشين ووقف عربيتها بالعافية. بورتشين كانت هتنفجر فيه لأنها عرفت إن السواق هو اللي خانه وبعت اللوكيشن لأركان. أركان بصلها بطرجي وقال لها أنا لازم أحكي لك الحقيقة، أنا اتجوزت دجلة ليه بالظبط. وقعد يحكي لها الحكاية من طقطق لسلام عليكم. بورتشين طبعا قلبها رق وسامحته وتعاطفت مع دجلة، وقامت لابسة ختم الخطوبة تاني ورجعت المياه لمجاريها. في القصر زليخة أخت زهرة شافت أدير وقعدت تتعرف عليه وتتميع شوية، وفجأة دجلة ظهرت قدامهم. زليخة كانت هتجري تبلغ حواء إنها لقت دجلة، بس أدير منعها وقال لها دجلة صاحبتي، ولو نطقتي بكلمة مش هيحصل خير، وخد دجلة بعيد واتكلموا. دجلة حكت لأدير المصيبة اللي سمعتها من إنجي، وقالت له إن إنجي هي اللي بلغت عن مكانها. أدير قال لها لازم نعرف أركان حالا، بس دجلة رفضت وقالت له أنا مش عاوزة أعمل مشاكل بينه وبين أمه، وبعدين أنا كده كده ميتة، أول ما أركان يطلقني إخواتي هيقتلوني. قادر بص لها وقال بلهجة فيها أمل أنا عندي عرض ليكي، بس تسمعي كلامي في كل كلمة هقولها. أسعد بيه عرف إن دجلة هربت وقلب القصر عليها وطيها. وفجأة دجلة ظهرت قدامه ببرود وقالت له أنا رجعت وهسمع كلامك في كل اللي تقوله. في اللحظة دي أركان وبورتشين وصلوا، والصحافة كانت محاصرة الباب. بورتشين قررت تعمل شو قدام الكاميرات وقالت لهم يا جماعة الجواز ده كان تمثيلية وإجبار عشان أركان يحمي البنت دي من إخواتها، والحق مش على أركان، الحق عليكم انتم اللي صدقتوا إن أركان ممكن يتجوز قروية جاهلة زي دي جواز حقيقي. دجالة سمعت الكلام ده وقلبها اتقطع، طلعت تجري على أوضتها وهي منهارة. أركان زعق في بورتشين بسبب كلامها الجارح، بس هي ردت عليه وقالت له أنا أقول اللي أنا عاوزاه، مش أنت اللي رحت اتجوزت من ورايا. دجلة دخلت الأوضة لقت الأكل، افتكرت إنها صايمة وقعدت عشان تفطر، وفضلت تبكي وهي بتاكل لقمة بدموعها، وقعدت تفتكر كلام بورتشين وتحاول تقنع نفسها إنها وأركان خلاص حكايتهم خلصت للأبد. وجيفان في العربية بيسأل نيلوفر تحبي أوصلك فين يا هانم؟ بجيفان اللي كان مع نيلوفر، وفجأة
تليفونه نور برسالة من فرمان الحية بيقول له إنه سمع تصريح بورتشين للصحافة وعرف بموضوع طلاق دجلة. فرمان أمره يقابله فورا، وجيفان اتوتر وطلب من نيلوفر يمشي، وهي وافقت بعد ما يوصلها لمشوارها ونروح لقصر أسعد. العيلتين متجمعين والجو مكهرب، ودجلة الغلبانة واقفة ورا الباب بتسمع كل كلمة بتتقال في حقها. فتوش بكل برود بتقول لهم بكرة لازم نعمل خطوبة أركان وبورتشين ونخلص. لكن المحامي وقفهم وقال لهم يا جماعة ما ينفعش، لازم دجلة تطلع بنفسها وتقول إن الجواز ده كان بالإجبار عشان نخلص قانونا. أسعد بص لأركان وأمره يدخل يقنع دجلة بالتمثيلية دي، بس أركان راكب دماغه ورفض وقال أنا مش هعمل كده. وفجأة الباب اتفتح ودجلة خرجت قدامهم كلهم، وبكل انكسار قالت أنا موافقة، هعمل كل اللي عاوزينه وهقول الكلام اللي تحفظوه لي. إنجي الحربية ما كدبتش خبر ومصدقتش البنت، خلت حواء تجيب المصحف وقالت لدجلة حلفي بقى إنك مش هتقولي أي حاجة تانية للصحفيين غير اللي هنقوله لك. ودجلة بقلب مكسور حطت إيدها وحلفت الله يريحنا منك يا إنجي يا شيخة. دجلة رجعت عوضتها، وجيفان راح لفرمان يحكي له اللي حصل. فرمان أول ما سمع بموضوع الطلاق شاطف في أخوه وقاله أنت إيه لزمتك هناك؟ روح خلص على دجلة واغسل عارنا بنفسك. جيفان قالوا بقلة حيلة خدوا مني السلاح يا أخويا. فرمان اتجنن وفضل يذل في أخوه ويقول له أختنا داريا لما أنت ما قدرتش تخلص عليها كانت أجدع منك وشنقت نفسها وخلصت. وهنا عرفنا السر الحزين إن أختهم ماتت منتحرة بسبب جبروتهم. فرمان فضل يهين جيفان وقطع له المذبحة بتاعته، ولما جيفان نزل يلم الخرز فرمان قاله خلاص أنا اللي هخلص عليهم، بس دخلني القصر بأي طريقة. في ناحية تانية الصحفي بيبعت لطاهر عنوان فكرة السري اللي محدش يعرفه. طاهر طار له هناك، وفكرة اتفاجئ إن طاهر وصل لبيته، وطاهر قاله بغرور أنا أقدر أعرف أي حاجة عن أي حد. وطاهر عزمه على خطوبة أركان وقاله العزومة للأهل وبس، بس أنا عاوزك تيجي. وشكله ناوي على نية سودة وطبخ طبخة ليهم كلهم. نرجع لأركان ودجلة في الأوضة. دجلة عملت نفسها نايمة، وأركان قعد جنبها وقالها بهدوء إنه هيقفل الباب بالمفتاح عشان يحميها من إخواتها، واعتذر لها عن كل اللي شافته النهاردة. أركان نام، ودجلة قامت بدموعها اللي ما بتنشافش. البنت دي بتعيط في كل ركن في القصر، يعني وخدت المفتاح من جنبه وفتحت الباب وخرجت. أركان حس بيها وصحي ومشي وراها من غير ما تحس. نزلوا الجنينة، ودجلة بدأت تحفر في الأرض ودفنت فستان فرحها لأنها حست إنه ملوش معنى وخديعة كبيرة. أركان ظهر لها وقالها بكرة تتجوزي شخص يساعدك بجد وتلبسي فستان فرح وتكوني مبسوطة. دجلة بكت وسابته وطلعت أوضتها. تاني يوم الصبح حواء دخلت تصحي دجلة وطلبت منها تساعدهم في ترتيبات خطوبة أركان يا جبروتكم يا ناس، وقالت لها إن أركان جاب لها تليفون وعاوزها تتعلم عليه، بس دجلة رفضت تاخده تماما. وفي الشركة أسعد عمل اجتماع وقدم أركان للموظفين وأعلن خطوبته، وقال إن أركان هيستلم رئاسة الشركة بكرة. وطاهر واقف هيطق من الغيرة لأن الكرسي ده كان حلمه. وفي اللحظة دي دجلة بتدخل المطبخ عشان تبدأ شغلها وسط تحضيرات خطوبة. دجلة بتروح لأدير عشان تحط له الأكل، وهي مرعوبة من نظرات جيفان اللي بتخوف، وبتبص لأدير وبتقوله إنها خايفة منه قوي. وأدير بيطمنها وبيقولها ما تقلقيش خالص، السلاح بتاعه معايا هنا وفي أمان. وفي الوقت ده جيفان بيبقى واقف بيتكلم بره مع فرمان اللي بيطلب منه يفتح له الباب عشان يدخل ويخلص على دجلة ويرتاح. وبيروح فعلا جيفان عشان يفتح الباب، لكن قبل ما يلمس الأكرة بيجي قادر من وراه وبيديله واحدة تمام على راسه، وجيفان بيغمى عليه في ساعتها. وبنعرف إن قادر كان كاشف كل اللي جيفان وفرمان بيخططوه له، وبياخد جيفان يربطه ويحبسه في الأوضة زي الشوال. وهل وهنا فرمان بيتصل بتليفون جيفان وبيسأله أنت ليه لسه ما فتحتش الباب؟ لكن بيتفاجئ إن قدير هو اللي بيرد عليه وبيرشق الكلمة في جنابه وبيقول له أخوك محبوس وأنت مش هتقدر تدخل بعمرك. وفرمان طبعا كان واقف هينفجر من الغيظ، لكن بيجي المساعد بتاع فكرة وبيطلب منه يركب العربية معاه ويلم الليلة. وسيلين بتروح لدجلة وبتقعد تتكلم معاها وبتقولها أنا عارفة إن أنت بتحبي أركان. ودجلة بترد عليها ببراءة وتقولها هو باين على وشي قوي كده. سيلين بتقولها لا، بس أنا عرفت من صورة فرحك. ودجلة بتقولها إن هي وأركان مش شبه بعض خالص ومش من نفس المستوى، وأركان الحرج بيبقى واقف وسامع كل كلمة. وسيلين بتقول لدجلة إنها كانت بتحب شخص زمان ما كانش برضه من مستواها، والمفاجأة إن الشخص ده طلع محمد صاحب أركان وابن حواء. وسيلين بتحكي لدجلة
إزاي كانت متحمسة تروح تعترف له بحبها، لكن بارجن هي اللي وقفت لها زي اللقمة في الزور ومنعتها وقالت لها إنه أكيد مش بيحبك. وأركان بيسمع الكلام ده وكأنه نزل عليه دش ساقع وبيكون مصدوم جدا. وبنرجع فلاش باك لمحمد وهو في الجنينة بيشتغل، وبيجي أركان، لكن محمد بيتعامل معاه كأنه خادم مش كصاحب، وباين عليه إنه بيعمل كده لأنه شايل ومضايق من أركان. وأركان بيزعل وبيقول له: ما تتعاملش معايا كده، أنت عارف إننا أخوات ومتربيين سوا. وبيقول له: ما تقلقش، أنا كلمت برجين تكلم سيلين وتقولها إنك بتحبها وكل شيء هيتحل. وبنرجع للحاضر تاني وبنعرف إن محمد كان فعلا بيحب سيلين، لكن برجين الحرابة هي اللي خربت الموضوع ده. فأركان بيزعل جدا وبيمشي. وسيلين بتخلص كلام مع دجلة وبتقولها إنها جابت لها لبس مخصوص عشان تحضر بيه الحفلة وبتساعدها تجهز. وفي الحفلة الكل بيبقى موجود، وأدير بيروح لأركان وبيقول له: أنا عاوز أتكلم معاكي في موضوع مهم قوي. وبيبان فعلا إن الموضوع فيه بس أركان بيلمح حواء وهي بتقدم الضيافة. فأركان بيقول له: ثواني بس وهرجع لك. وبينزل لأسعد وبيتخانق معاه ويقول له: أنت إزاي تخلي حواء هي اللي تقدم الحاجة للضيوف؟ أنت عارف إن الموضوع ده حساس بالنسبة لها عشان خاطر محمد، لأنها كان نفسها إنه يتجوز. وأسعد بيقول له: ما تقلقش، أنا هصلح ده. وسيلين بتروح عند نيلوفر وتمسك فيها وتتخانق معاها وتطلب منها تبعد عن بيومين جوزها، وبتقولها إنها شافتهم سوا في المطعم وبتحذرها تقرب منه تاني وإلا هتشوف الوش التاني. وبيوصل فكرة وبيكلم طاهر وبيطلب منه يكلم الحراس عشان يدخلوه لأنه مش معزوم أصلا. وطاهر بيكلمهم وبيطلب منهم يدخلوه. وأركان بيبقى قاعد مش طايق، يبص في وش برجين وبيفتكر كلام سيلين، لكن بيتعامل عادي خالص وبيقوم يتصور معاها عشان البرستيج. وسيلين بتجهز دجلة وبتحط لها ميك اب، وأدير أول ما بيدخل بيتثبت من جمال دجلة. وزليخة بتبقى واقفة وشايفاهم والغيرها هتاكلها لأنها بتحب أدير وبتموت فيه. وفكرة بيدخل هو وفرمان القصر، وأول ما أسعد بيشوف فكرة بيتصدم ويقول له: أنت إيه اللي جابك هنا؟ وبيقول له: طاهر هو اللي عازمني. إيه؟ أنت مش هتستقبل الضيوف ولا إيه؟ وأسعد بيقول له: أكيد طبعا بستقبلهم، وتعالى أعرفك على شركائي في الديوان. وهنا دجلة بتطلل الحفلة وبتكون طالعة قمر 14. وفرمان أول ما بيشوفها بيبقى نفسه يخلص عليها في ساعتها، لكن ما بيقدرش يعمل كده إلا بأمر من فكرة. وهنا أركان بياخد برجين على جنبه ويواجهها ويتخانق معاها وبيقولها: أنت ليه ما قلتيش لسيلين إن محمد بيحبها مع إني كلمتك وقتها؟ وليه رحتي قلتي لها العكس تماما؟ وبيقولها: أنا عارف أنت وصلتي للحالة دي ليه، أكيد طول السنين دي كنت حاسة بالذنب. وبيقولها إنه مش هيسامحها أبدا، وبيسيبها ويروح الحفلة. وبالصدفة دجلة بتبقى داخلة فبيشوفها وبينبهر بجمالها. وبرجين بتاخد أركان وبيم وأسعد بياخد فكرة للشركاء وبيواجهه قدامهم ويقول له: أنا عارف إنك حاولت تقرب منهم وتخليهم يشتغلوا معاك. وبيبص للشركاء ويقول لهم: أنا عارف إنكم بعتوني لفكرة وعارف كل واحد اجتمع معاه من ورايا. وبيبص لحمدي ويقول له إنه ما عندوش مشكلة إن حمدي يكون هو رئيس الديوان، لكن دلوقتي لازم نخلص من الخونة اللي موجودين. وبيجي الوقت اللي دجلة بتقرر فيه تعلن للصحافة عن جوازها، وبدأت بقى تحكي عن أختها وقالت لهم: أنا كان عندي أخت جميلة جدا، شعرها أشقر وعيونها كلها حنية، وقالت إنها خسرت أختها بسبب إخواتها، وإن كان ممكن يحصل لها هي كمان كده. وبتشكر أركان قدامهم كلهم وبتقولهم: لولا الراجل ده أنا كان زماني دلوقتي ميتة زي أختي بالظبط. وفي الوقت ده فرمان بيبقى خلاص هينفجر وعاوز يخلص على دجلة، لكن فكرة بيمنعه في آخر لحظة. وكل اللي موجودين بيتأثروا بكلام دجلة، ودجلة بتكون زعلانة ومقهورة قوي. وبعد ما بتخلص كلامها برجين بتبقى مبسوطة جدا لأن دجلة اتكلمت بجرأة. وبتروح دجلة تقف جنب أدير، وفكرة بيروح يتعرف على أركان وبيطلب منه يشتغل معاه ويساعده إنه يدخل الديوان، لكن أركان بيرد عليه بكل ثقة ويقول له إنه عمره ما هيساعده. فكرة هنا بيكشر عن أنيابه وبيقول له: فرمان هنا ومستني أمري عشان يخلص عليك أنت ودجلة. أركان بيقول له إنه ملوش علاقة بالديوان ولا بالموضوع ده خالص، لكن فكرة بيقول له: مالكش دعوة، أنت تعمل كل اللي هقولك عليه وبس وتشتغل معايا. وبيسيبه ويمشي. بعدها بينادوا على أركان عشان يلبسوا خواتم الخطوبة، وأسعد بيعمل لقطة تمام ويخلي حواء هي اللي تلبسهم الخواتم، وبيقول إن هي الوحيدة اللي ليها الحق تعمل كده لأن فضلها كبير على أركان. وفكرة بينزل وفرمان بيمسك فيه ويتخانق معاه ويقول له إن ده ما كانش اتفاقنا وإنه كان عاوز يخلص على دجلة، لكن فكرة بيقول له إنه مش هيعمل أي حاجة لدجلة وأركان إلا لما يوصل للي هو عاوزه الأول. أوه، ناسينا جيفان، الملعوب اللي بيقدر يفك نفسه وبيحاول يهرب من الشباك. وأدير بيقول لديجلة إنه لسه معرفش يكلم أركان في الموضوع اللي اتكلموا فيه. يا دي النيلة على الموضوع ده اللي محيرنا كلنا. بيقول لها
إنه ما لقاش فرصة يكلم أركان خالص. وفي عز الهيصة دي زليخة بتدخل أوضة إنجي وبتسرق عقد ألماظ منها وبتحطه في أوضة دجلة تحت المخدة عشان تنتقم منها وتكرشها من البيت. أصلها بتموت من الغيرة من ناحية قدير. مش قلت لكم البنت دي مصيبة؟ ما هي أخت زهرة والجينات شغالة الله ينور. وفي الجنينة دجلة بتكون واقفة مع أركان، وأركان بيعتذر لها على كل العك اللي بيحصل ده وبيوعدها إنه هيحميها حتى بعد ما يتطلقوا. لكن دجلة بتقوله إنه مش مضطرة يحميها خلاص، وإنها لقت حل عشان تحمي نفسها. وبتقول له الصدمة الكبيرة، أنا وقادر قررنا نتجوز، وقادر شبهي ومن نفس مستوايا. أركان هنا بيجيله ذهول وما بيعرفش ينطق ولا كلمة، ودجالة بتسيبه وبتروح تقف جنب قدير بكل ثبات. وبس كده، لحد هنا بيخلص الجزء ده من مسلسلنا. لو عايزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنوني في ملخص الجزء الجديد.